السلام عليكم. الخلاف على التراث بين الجزائر والمغرب يعود من جديد. فبعد الجل اشتعل النقاش من جديد حول لباس الحيك إن كان جزائريا أو مغربيا، وذلك إثر خروج مسيرة نسائية في طنجة المغربية التي خرجت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي نظمتها الجمعيات والسلطات المحلية بطنجة، والتي جابت شوارع المدينة بهذا اللباس الحيك الأبيض الذي يعد رمز من رموز التراث، والذي يغطي المرأة من الرأس حتى القدمين. ووفق الصحف المغربية فإن هذا الرداء يميز المغرب وخاصة طنجة، لكن الجزائريون لهم رأي آخر، حيث أن الصحف الجزائرية انتقدت هذه المسيرة، تحديدا جريدة الشروق التي استنكرت خروج هذه المسيرة بهذا اللباس الجزائري على حد قول هذه الصحيفة، ووصفت هذه الواقعة بأنها سرقة. وكعادته هذا الجدال انتقل إلى مواقع التواصل الاجتماعي، والمعلق حفيظ الدراجي كعادته خرج بتدوينة يقول فيها: مثل البرنوس الذي لبسه جدي هو لباس تقليدي جزائري، فالحيك هو لباس تقليدي جزائري الذي لبسته أمي وأمهات الجزائريين بكل أنواعه في العاصمة وشرق البلاد وغربها. وهو ليس مجرد لباس تقليدي أصيل، بل أحد رموز الهوية الوطنية والحشمة والعفة والشرف. وكانت تخفي فيه المجاهدات القنابل والأسلحة الأصل جزائري والباقي تقليدي على حد قول الدراجي. أما المغاربة فيعتبرون الحيك من تراثهم الأصلي، خاصة في مدينة وجدة التي خرجت منه عدة مسيرات سابقا بالحيك، وهو رمز من رموز المقاومة وقت الاحتلال، حيث كان يتخفى رجال المقاومة بارتدائه، إلى جدال آخر بين